تخيل نفسك صاحي الصبح تفتح الايميل بتاعك زي كل يوم، لقيت جايلك ايميل بيقول مبروك انت رئيس جمهورية الكوكب. يا ترى هتعمل ايه؟ رغم ان ده تخيل فانتازي قوي او يعني شاطح قوي ان انت ممكن تكون رئيس جمهورية العالم زي ما بيقولوا، بس فعلا تخيل كده لو انت رئيس جمهورية العالم، تفتكر ايه اكتر قرارات او اهم قرارات او اهم اهداف عايز تحققها كرئيس جمهورية للعالم؟ حد مثلا هيقول لي ان انا نفسي ما يكونش فيه فقر خالص، حد هيقول نفسي ما يكونش فيه بطالة، ممكن حد يقول نفسي ان الاكل يكون متوفر لكل الناس، ان الناس كلها تتعلم كويس، ان الناس كلها تبقى صحتها كويسة، ان العالم يكون مليان مناطق خضرة كده وجميلة وبنتنفس هواء نظيف. اظن انت بدأت تبتسم من مجرد بس التخيل، صح؟ عايز افاجئك يا صديقي ان لو الافكار دي كلها جت في دماغك فانت فعلا ممكن تكون رئيس جمهورية للعالم عبقري، لان هي دي نفس الافكار اللي جت في دماغ معظم او اغلب رؤساء وزعماء الدول في نهاية 2015 لما قعدوا مع بعض في قمة كده في الامم المتحدة، قرروا فيها يحطوا حاجة اسمها اهداف التنمية المستدامة او ال SDGs Sustainable Development Goals، واللي اتحطت في شهر سبتمبر سنة 2015، وكانت عبارة عن 16 هدف منهم الحاجات اللي انت قلتها، وزاد عليهم في بداية 2016 هدف كمان زيادة هو هدف الشراكات من أجل الاستدامة. وبكده يبقى انت عرفت معنى الكلمة اللي انت بتقراها كتير جدا، أهداف التنمية المستدامة، ال SDGs، أهداف 2030. هتلاقي أكيد ان انت اتخبطت في الكلمة دي يعني بشكل أو بآخر في التلفزيون أو على الفيسبوك أو على مواقع وهكذا. كده احنا فهمنا ايه معنى أهداف التنمية المستدامة. طيب هتفرق لنا بقى في ايه كستارت اب مثلا، او كحد عايز يبقى رائد اعمال، او كحد عايز يفتح بيزنس؟ خليني اغششك كده واقول لك ان دلوقتي اي حد صاحب بيزنس السلايدز بتاعته او العرض التقديمي بتاعه للمستثمرين او للجهات المانحه يكاد لا يخلو من السلايد دي او من الشريحه دي. ايه اهداف التنميه المستدامه اللي احنا بنعمل لها تاكلينج او اللي احنا بنستهدفها؟ يعني مشروعي غالبا بيسمع في واحد من ال 17 هدف من الاهداف دي. ده بالضروره هيخلي ان في جهات معينه بتتواصل معاك. يعني مثلا لو مشروعك كان في القطاع الصحي وانت بتحاول تحسن من صحه الناس، او بتحاول تخلي مثلا طريقه اللايف ستايل بتاعهم او الطريقه اللي بيعيشوا بيها افضل، ممكن الجهات دي تتواصل معاك او انت تسعى انك تتواصل معاها عشان تتعاونوا مع بعض بشكل مشترك فتوصلوا للاهداف بتاعتكم اسرع وبشكل افضل. كمان هي من ضمن الحاجات اللي ممكن تساعدك على الابتكار او الانوفيشن. تخيل كده لو انت بادئ بتقول انا عايز اعالج مشكله معينه في العالم، غالبا هتلاقي المشكله اللي انت بتحاول تعالجها دي واقعه ضمن واحد من الاهداف ال 17. في النهايه بما انك حد دخلت الايكو سيستم او دخلت رياده الاعمال ومهتم انك تكون مواكب اللي بيحصل في العالم وعارف ايه اللي كل دوله كمان بتستهدفه من الاهداف ال 17 دي عشان هي كمان تواكب الاتجاه العالمي او التوجه العالمي، فمهم جدا جدا تكون عارف ال 17 هدف ودارسهم كويس، وتبقى عارف مشروعك او فكرتك بيقع او بيستهدف انهي هدف او اكتر من الاهداف ال 17 اللي بنسميهم اهداف التنميه المستدامه او السستينبل ديفلوبمنت جولز، عشان بعد كده الكلمه دي ما تبقاش غريبه عليك خالص، تبقى فاهم وانت بتتعامل معاها هي هدفها ايه او فكرتها ايه. في الوصفه او الديسكربشن اللي تحت الفيديو هتلاقيني حاطط لك لينك فيه كل الاهداف بتاعه التنميه المستدامه وشرحها، وكمان كل هدف منهم معناه ايه او بيستهدف ايه بالظبط.